لو انا كلفتك انك تاكل ضفدع، برأيك ايه احسن وقت تاكل فيه الضفدع ده؟ اول ما تصحى الصبح، ولا بالليل قبل ما تنام بعد ما تكون فطرت واتغديت واتعشيت؟ هديك ثانيتين تفكر، تمام؟ طبعا معظمكم اختار ان هو هياكل الصبح، صح؟ وده طبعا المنطقي. عشان لو انت كلته بالليل هتكون كلته بعد ما فطرت واتغديت واتعشيت، فبنسبة كبيرة هترجع او هتكون اصلا مقروف طول اليوم. يعني انت مثلا لو ما اكلتوش الصبح، هتقعد طول يومك في وقت الظهر والعصر وكده هتكون مقروف اصلا. هتحس ان انت في وراك هم، صح؟ احنا هنا بقى مش بنتكلم عن الضفدع. يعني انا مقولة الضفدع دي عرفتها من كتاب معين. معنى المقولة ان انا بتكلم ان انت لو عندك مهمة، معنى المقولة ان انت لو عندك تاسك او مهمة مثلا في اليوم، سواء كانت شغل، مذاكرة، حاجة معينة، اول ما تصحى من النوم حرفيا، اول ما عينك تفتح كده من غير ما تعمل اي حاجة حرفيا، طبعا هتخش الحمام، تتوضى، تصلي، تاخد شاور مثلا. تمام، دي حاجات اساسية. لكن لو انت هتقدر تعمل كده اول ما تصحى حرفيا تروح تعمل المهمة اللي وراك، فدي احسن حاجة ممكن تعملها. احسن حاجة ممكن تعملها حرفيا ان انت يعني تعمل التاسك اللي وراك اول ما تصحى. وده كده اسمه eat the frog first، ان انت بتعمل اصعب حاجة في يومك. طيب، ليه الصبح احسن وقت؟ طبعا احنا قلنا الصبح احسن وقت لانك اول ما تصحى بتكون في قمة نشاطك وتركيزك، بيكون الدوبامين في اعلى مستوياته. فانت بتكون فاهم مركز 100%، مش بتكون متشتت باي حاجة. ما شفتش مثلا رسالة ضايقتك، ما شفتش اي حاجة، فاهم؟ او ما شفتش حاجة فرحتك بزيادة فهتصعب عليك الشغل. ف يعني ده احسن وقت حرفيا. طيب، لو انا اجلت الاكل، يعني ايه اللي هيحصل لو انا مثلا اجلت التاسك المهمة؟ لو انت اجلت التاسك هتقعد طول اليوم هتحس ان انت مقروف وزهقان. وانتاجيتك هتقل، وممكن بنسبة كبيرة ان انت تأجل الموضوع ده لليوم اللي بعديه، هتقول بكرة بكرة. هتكون عايز تأجله، فاهم؟ عشان لو انت دايما ما بدأتش بالحاجة السهلة، العقل دايما بيحب ان هو يبدأ بالحاجات السهلة. فاهمين؟ العقل اصلا ما بيحبش يتعب، بيحب دايما يكون في منطقة اسمها الكومفورت زون، او اللي هي منطقة الراحة. فهو ما بيحبش يطلع منها. فانت لو اول ما صحيت غصبت نفسك ان انت تعمل الحاجة الصعبة، بعد كده بقيت التاسكات في اليوم كلها تبقى سهلة. فاهم حاجة؟ ف يعني دي احسن حاجة ممكن تعملها. طيب، هنا عندنا ازاي تحدد الضفدع بتاعك. يعني بص، انا كاتب كام حاجه هنا، هي اكيد هتكون متشقلبه بس بسبب الكاميرا، بس تمام يعني. انت بقى ازاي تحدد الضفدع بتاعك؟ على حسب مثلا انت طالب، او انت مثلا فاتح بيزنس، او انت مثلا شغال. بص، على حسب اولوياتك. يعني انا مثلا دلوقتي في ثالثه ثانوي، فانا اولويتي هي المذاكره، تمام. فانا كل يوم اول ما اصحى هكون طبعا مظبط تاسكات من اليوم اللي قبلها عشان الموضوع يكون كويس وسهل. فهكون مظبط. هصحى اليوم ده هبدا باصعب حاجه عندي حرفيا. انا مثلا لو النهارده هذاكر عربي وماس وفيزيكس مثلا، اصعب حاجه مثلا عندي هي الفيزيكس. فاول ما اصحى هذاكرها، تمام. واكون محدد الحاجه اللي انا عايز اذاكرها بالظبط، ما اكونش مثلا كاتب فيزيكس بس، ما كده عقلي برضو مش هيفهم ايه الفيزيكس دي، فاهم حاجه؟ فانت تكون محدد الدرس، تكون محدد فعلا، وتكون عارف بنفسك ايه اصعب حاجه. يعني انت فعلا تبدا باصعب حاجه انت فعلا عارف انها هتكون اصعب حاجه بالنسبه لك، تمام. طيب، خطوات عمليه للحل. يعني الخطوات بقى اللي بتخليك ما تاجلش، تخليك ان انت تاكل الضفدع الاول، ان انت من اليوم اللي قبليه هتكون مظبط ايه اصعب الحاجات اللي عندك. يعني بص، انت مثلا عندك 3 مهمات في اليوم ده، فانت هتبدا بالتدريج من الاصعب للاسهل، فاهم حاجه؟ زي ما انا قلت لك كده في المثال بتاعي. الفيزيكس اصعب ماده عندي، فانا مثلا هحطها الاولى. بعد كده مش عارف عندي التاسك ده والتاسك ده والتاسك ده. كل التاسكات دي تكون ليها علاقه بالشغل بتاعك او البيربس بتاعك اللي انت عايز تحققه. ما يكونش مثلا عندك مهمات تانية اللي انت مثلا تروق البيت. انا عارف دي برضو مهمات، ولكن انا هنا بتكلم عن المهمات بتاعت الشغل بتاعك، فاهم حاجه؟ الحاجه اللي انت بتعملها كل يوم. فاهم قصدي؟ وبس كده. ده كنت اللي انا عايز اتكلم عليه. اتمنى ان انا اكون شرحت الموضوع بشكل يعني بشكل واضح شويه ليك، وان انت تكون فهمت، وان انت فعلا لو بدات تطبق ده من اول النهارده، مش هقول لك ان انت هتشوف النتيجه بكره، لا، ولكن خلال شهر شهرين هتبدا تشوف فعلا نتائج، وفعلا هتلاقي نفسك منجز وبرودكتيف. فالمقوله دي كانت موجوده في كتاب ليه علاقه بالبرودكتيفيتي، تمام. البرودكتيفيتي، تمام. فاتمنى ان الفيديو يكون عجبك. لو وصلت لحد هنا واستفدت، حط لايك، اعمل شير مع اصحابك، اشترك في القناه. وبس، اشوفك في فيديو جديد يا برو. باي.